سلام بنات الدراري، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنشارك معكم السلطه ديال المعكرونه بالخضر. سبق لي شاركتها معكم فقط بالطماطم والتونه، دابا غنشاركها معكم بالخضر. كنحتاجوا المقادير: الجزر، الكوسه، كذلك البطاطس والبازيلا او جلبانه، وكنحتاجوا المعكرونه. كنضيف الخضر، كنتسنى الماء حتى كيغلي، من بعد كنضيف المعكرونه وكنحرك واحد الشويه وكنخليهم يطيبوا مع بعضياتهم. وفي هذا الاثناء كنوضع كذلك البيض كيتسلق اللي غادي نزين به السلطه. ومن بعد كنقطع واحد البصله رقيقه شرائح طويله وتكون رقيقه مزيان. وهنا كندير جوج ديال الاشكال ديال السلطه: سلطه بمايونيز وسلطه فقط بالزيت. صراحه كيجيو بجوج لذاذ، ولكن ديال المايونيز كتجي شويه ماشي لذيذه بزاف، لكن الا ضفتوا ليها التونه صدقوني غتحماقوا عليها، كتجي لذيذه بزاف. ولكن ديال الطماطم بالزيت فما تحتاج انك تضيفي التونه، كتجي لذيذه حتى بدون تونه. انا هذا رايي الشخصي والاذواق كتختلف. من بعد كنضيف الطماطم اللي قطعتها من قبل، وكذلك كنضيف المايونيز لهاد السلطه، وكنضيف القليل من الفلفل الاسود ابزار وكذلك الملح. وهنايا كنضيف الفلفل الاسود وكنضيف الملح والزيت الزيتون. تقدروا تضيفوا لها كذلك القليل من الخل او الحامض ليمون. وكنخلط كل سلطه بوحدها، وهكا كتختاري النوع اللي بغيتي وكتاكليه. بالنسبه لي انا كنفضل السلطه اللي بالزيت، لكن كما قلت لكم الا كانت السلطه اللي فيها المايونيز بالتونه فاكيد غنفضل ديال المايونيز بالتونه. ومن بعد كنخلط كل وحده بوحدها وكنقدمها هكا في الصحن على هذا الشكل. كذلك كنقدم كل وحده بوحدها هكذا. اللي بغى شي حاجه غادي ياكلها بلا ما نخلطوهم او لا تضيع. فكما كتعرفوا دابا الصيف وبدا الجو كيسخن، كنحتاجوا شي حوايج اللي كيكونوا باردين بدلا عن الاشياء اللي كتكون ساخنه فكتسخن لنا الجسم ديالنا. فالاحسن نديروا بحال هكا سلطات مغذيه وصحيه ولذيذه لينا والاطفال ديالنا كذلك. نتمنى تجربوها على هاد الشكل او بهاد الطريقه وتعجبكم، وتخلوا لي واحد لايك الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال، والا ما عجبكمش خلوا ديسلايك، المهم خلوا شي حاجه. وكيما كتشوفوا داك البيض كنزين به على هذا الشكل، كتجي خطيره في المذاق. نتمنى تجربوها ونال اعجابكم. تهلاو لي في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.